السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمود الطيور المصرية وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. أتمنى توحد الله وصلى عليه في تعليق. أقوى علاج أو أفضل علاج على وجه الأرض من وجهة نظري أنا، الحمد لله بفضل الله، ده أفضل علاج لطيور الزينة بشكل عام كلها. زي ما شايفين الحالة اللي قدامكم دي، الحالة دي مريضة بمرض السالمونيلا، وعندها بص يعني بصراحة العصفور ده طائر زبرة، ويعني حالته بقت حرجة. تم علاجه الحمد لله بفضل الله، تم علاجه في مدة 5 أيام بالظبط، وبقى أفضل من كده بكتير. طبعا الحمد لله العلاج ده من أفضل وأحسن المضادات الحيوية على الإطلاق بصورة غير طبيعية. طبعا بفضل الله والله أنا عاوز، يعني أنا من كتر يعني ما جاب معايا نتيجة عاوز أعرفه للناس كلها بس، ولكن اتمنى تسمع الفيديو النهائي عشان تستفاد بجميع المعلومات. يا ريت لو انت كمان عندك صاحب او عندك اي حد من اصحابك مربي طيور زينه تبعت له اسم العلاج ده او تبعت له الفيديو ده عشان خاطر الناس كلها تستفاد من الفيديو. معلش انا لو طولت في المقدمه، والله العلاج ده جايب معايا نتيجه فعاله ونتيجه جميله جدا. حاله العصفور قدامكم ده عصفور فرخ زبره لسه عمر شهر او عمر 35 يوم، وكان عنده حاله سالمونيلا. طبعا كنا في فتره الصيف او فتره الشتاء، ده بينفع في اي وقت. تمام. العلاج ده بفضل الله للسالمونيلا او الكوكسيديا او دمعه العين او اي علاج بفضل الله تشحم في الكبد او اي علاج معوي او اي علاج برد. جميل 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 بفضل الله. اسمه بان فلور. بان فلور ده يا جماعه من العلاجات المميزه. العلاج ده بيطري جدا، بيطري 100% وفعال يعني بفضل الله فعال ومجرب تجربه ما شاء الله. الله اكبر. انا عند نفسي والله مجربه واقسمت بالله العلاج ده بيجيب معايا نتيجه كبيره جدا في الروز، الكوكتيل الاسترالي، الزبره، جميع انواع الطيور الزينه بشكل عام. جميل جدا لمدة 5 أيام. 1 سنتي على لتر مية ويكفي معاك، ومش غالي يعني، هو مستورد كمان، يعني مستورد 100% وحاجة مستوردة كويسة ومفعلة ومجربة بإذن الله. تمام. ده يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني عندي كانت الطيور بتاعتي بتبدأ تموت كتير، يعني عندي طيور زبر او عندي فروخ استرالي كتير، مرض معوي، مرض تنفسي، اي حاجة على الإطلاق. بسم الله ما شاء الله بفضل الله. العلاج ده اسمه بان فلور. جميل جدا جميل جدا جميل جدا، وعن تجربة مش اي كلام خالص والله العظيم. كان برضو عندي بعض اعراض للسالمونيلا او كوكسيديا او اي مرض تنفسي او اي مرض معوي، وبفضل الله لما رحت الصيدليه البيطري وسالت عليه انا عاوز علاج مستورد فادتني ده، وما كنتش اعرف ان هو اسمه ايه اصلا. يعني انا رحت الصيدليه البيطري وما كنتش اعرف ان العلاج ده اسمه ايه، فادتني ازازه صغيره. السنتي كان تقريبا عامل 70 قرش او عامل جنيه، ادتني 20 سنتي كانوا عاملين 20 جنيه. فلما لقيته جاب نتيجه معايا على الطيور بصراحه يعني، والكشاشان والبرد والاسهالات كل ده لما لقيته بفضل الله في 5 ايام بدا يمشي، والطيور بدا عندها نشاط وبدا عندها حركه وعاد عندها حيويه. فرحت تاني بسالها بقول لحضرتك انت، بقول للدكتوره انت كنت مدياني علاج فلو سمحتي انا عاوز منه تاني وعاوز اصور الازازه. قالت لي ماشي. فصورت الازازه، فقلت ان انا انزلها لكم واقول برضو اسمها في الفيديو، اسمه بان فلور. فاضطريت ان انا اصورها او اصور العلبه او اصور المنتج ده وحطيته في اول الفيديو عشان خاطر انت برضو تعرفه. جميل جدا جميل جدا. يا ريت انت تبعته لاي حد من اصحابك على الفيس او على الواتس او اي حد بيربي طيور زينه بشكل عام. والله ده عن تجربه، عن تجربه. جميل جميل جميل، وهقعد اقول جميل كده لان هو فعلا بفضل الله كويس وممتاز جدا جدا جدا. كمان في حاجه ان هو كمان يعني بفضل الله لو عندك كشاشان في فصل يعني ده اهم حاجه تقديمه في فصل الشتاء كمان، وان احنا بنعاني في الشتاء من امراض السالمونيلا واعراض البرد المزمن على طول عند الطيور والاسهالات والكشاشان. وسواء في الصيف برضه لما بناكل وجبات طريه زي البيض بالبصمات، طبعا الطيور بتاعتنا عرضه لمرض السالمونيلا. طبعا ده بفضل الله جميل جدا ومخصص. ولما رحت تاني اجيبه من صيدليه اخرى فبسال الدكتور بقول له ايه رايك في الدواء ده؟ قال لي الدواء ده بفضل الله ملوش حل. في الدواء ده جميل جدا، والدواء ده مستورد وكويس جدا. يعني حتى لما بساله عليه قلت له ده انا جايبه من صيدليه كان السنتي بجنيه، انت ازاي تديني السنتي ب3 جنيه ونص؟
تمام. قال لي والله الدواء ده مستورد جدا وفعال وكويس جدا جدا الدواء ده. فقلت له ماشي. فانا كنت مضطر ان انا اجيب منه عشان خاطر انا الصيدليه التانيه كانت بعيده عليا، وده موجود في اي صيدليه بيطري وسعره رخيص جدا ومش غالي، يعني السنت فيه عامل جنيه. تمام. كمان في حاجه ان انت لما بتيجي تقدمه للطيور بتعطش عشان خاطر الطيور كلها تشرب وتستفاد. والافضل انت تعطش الطيور على من الصبح مثلا، مش فتره بالليل، لان فتره بالليل كده كده هي ما بتشربش. الافضل انت تشيل الميه الصبح في الوقت اللي هي بتشرب فيه، وتعطشها مثلا من الصبح لحد العصر، وبعد كده تبدا تحط الدواء بتاعك ده.